تعالوا النهاردة بإذن الله نعمل مع بعض وصفة حواوشي جديدة مبتكرة هتقولوا عليها رقم 1 على اليوتيوب. بجد الوصفة أكتر من رائعة، مش هنشتري عيش، هنعمل لها عجينة في البيت، هتاكلي أحلى حواوشي، تتبيلة لحمة ممتازة وعجينة ممتازة وتسوية صح الصح. فاتمنى بجد فيديو النهاردة ينال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو، ولو عجبتكم قناتي ولسه بتشوفوها لأول مرة أتمنى بجد تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. فتعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل الوصفة بتاعتنا طبعا عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، عندي ليا ضاني كانت في الفريزر فبشرت منها حتة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنيجي دلوقتي على التتبيلة بتاعت اللحمة ونبدأ ننزل بنص كوباية. نص كيلو اللحمة المفرومة عليه نص كوباية من الفول الصويا، ده طبعا نقعتها، وبعد ما نقعتها وطري معايا بالطريقه دي صفيته كويس قوي من ميته. لو متوفر عندك فول صويا حطيه، مش متوفر عندك استغني عنه عادي في الوصفه. عشان تتبيلة اللحمة عندي هنا 3 بصلات وسط زي ما انتوا شايفين، عندي هنا فلفل اخضر واحمر حوالي ربع كيلو. تكتري او تقللي في الوصفة براحتك في الفلفل، بس الفلفل كتره في الوصفة مش هيعمل معاكي حاجة غير هيخلي طعم اللحمة جميل جدا. فباجي في الكبة اول حاجة ببدأ افرم البصل. ليه؟ عشان هبدأ اصفيه من ميته. اهم حاجة في البصل انك انت تفرميه خشن، ما تنعميش البصلايه. يعني لو مش متوفر عندك الكبه حاولي تقطعيها على ايدك تقطيعه صغيره بس كده. هبدا افرمها كويس وبعد كده ببدا اصفيها من ميتها زي ما انتوا شايفين. بصوا تقطيعه البصله خشنه ازاي، يعني ما هياش مفرومه ناعم. زي ما انتوا شايفين البصله بصي خشنه معايا، فما نزلتش ميه كتير خالص. اما لما بتنعميها بتنزل ميه كتير فهتبوظ لك الوصفه من الاساس. وباجي في نفس الكبه ببدا بنزل بالفلفل زي ما هو وبرده هفرمه خشن وكده. زي ما انتوا شايفين فرمت الفلفل خشن زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. طبعا عشان تتبيله الحواوشي عندي طماطمايه صغيره، الطماطمايه دي ممكن تستغني عنها في الوصفه، ولو عايزه تحطيها لازم تشيلي البذر وتقطعي اللحم، يعني فضيها خالص من البذر اللي جواها عشان ما يخليش خلطه اللحمه معاكي او تتبيله اللحمه معاكي كلها مليانه سوائل. عشان نتلاشى برضو اي سوائل تنزل بعد ما نحط الملح في التتبيله، يعني البصل ما ينزل ميه او الطماطم تدبل معايا، معلقه كبيره بصوا بالطريقه دي من الطحينه. الطحينه دي بتسحب اي سوائل في تتبيله اللحمه، بجد خرافه. نزليها في اي تتبيله لحمه بتعمليها مش هتخلي اللحمه معاكي تنزل ميه خالص. طبعا هنبدا ننزل بالتوابل. الاول هنبدا ننزل بالملح، فعندي معلقه كبيره مليانه من الملح، معلقه كبيره من الكزبره، نص معلقه من الكمون. هننزل بالفلفل الاسمر، ربع معلقه صغيره من القرفه، ننزل برشه خفيفه من الشطه، نص معلقه كبيره من البابريكا، واخر مكون معايا معلقه كبيره من السمنه. ودلوقتي طبعا هبدا اعجن المكونات بايدي مع بعضيها كويس قوي. دلوقتي خلاص خلصت اللحمه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، عجنتها كويس قوي التتبيله مع بعضيها. دلوقتي هتعملي ايه؟ زي ما انتوا عارفين احنا في رمضان، كل سنه وانتوا طيبين. دلوقتي هدخلها التلاجة وساعتين كده ابدا اعمل لها العجينه بتاعتها ونبدا نحشيها مع بعض. لو انت مستعجله تبلي اللحمه بالطريقه دي واركنيها في التلاجة وابداي اعجني لها العجينه بتاعتها تتخمر، وبعد كده اشتغلي زي ما انا هبدا اشتغل معاكي في الفيديو. دلوقتي طبعا ادخلها التلاجة وساعتين كمان نبدا نعمل لها العجينه بتاعتها. دلوقتي طبعا هنبدا نعمل العجينه بتاعه الحواوشي مع بعض. عشان اعملها عندي 5 كوبايات من الدقيق، معلقه صغيره ممسوحه من الملح، كبيره من السكر، كيس من الخميره الفوريه، ولو عامله 8 كوبايات نزلي برضو الكيس. عندي نص كيس من الكيك شيف او البيكنج باودر يعني معلقه كبيره. ببدا اقلب دول مع بعض، ببدا انزل عليهم بربع كوبايه من الزيت، معلقتين كبار من الخل. دلوقتي هننزل بكوبايه ونص من الميه وهبدا اعجن العجينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو ده قوام العجينه معايا مظبوطه جدا. 5 كوبايات دقيق، كوبايه ونص من الميه. هبدا اعجنها كويس قوي لحد لما العجينه تبقى ناعمه معايا. كده العجينه اتعجنت معايا كويس قوي وخدت حقها في العجن. دلوقتي هبدا ابططها كده وهبدا ارش عليها رشه من الدقيق. ودلوقتي طبعا هبدا اغطيها بكيس بلاستيك والفها بقماشه، والفرن عندي دافي. هبدا ادخلها الفرن عشان تتخمر معايا. العجينه خلاص اتخمرت معانا، بسم الله ما شاء الله. شايفين الخمور بتاعها؟ بصوا. هاجي هنا على الرخامه ابدا ارش حبه من الدقيق. هنبدا نقطعها طبعا كور. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا العجينه ممتازه. ببدا المها كويس قوي من تحت. بعد ما لميناها كويس قوي كده ببدا احطها فوق الدقيق وببدا ارص الكميه كلها، بسيب مسافه بينها وما بين اللي جنبيها. خلاص احنا قطعناها على 12 رغيف. ال5 كوبايات دقيق دلوقتي لازم اغطي عليهم واسيبهم على الاقل 10 دقايق كمان يرجعوا يرتاحوا ويتخمروا تاني. شايفين معانا عجينه الحواوشي تتبيله اللحمه ممتازه بعد ما دخلناها التلاجة لمده ساعه واكتر كمان. ببدا دلوقتي اقسمها كده كور، كل كوره على قد الرغيف. شايفين بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. خلاص كده كورتهم. طبعا كورتهم على 12 رغيف. بجد هتشوفوا الوصفه معايا ممتازه. دلوقتي طبعا العجينه رجعت اتخمرت معانا، هنبدا بقى ايه نحشيها. العجينه زي ما انتوا شايفين خلاص رجعت اتخمرت، بسم الله ما شاء الله. هنيجي هنا على الرخامه ابدا انزل بنقطه من الزيت، ادهن الرخامه وباجي على اول واحده قطعتها بالطريقه دي. ببدا بصوا ابططها. طبعا زي ما انتم شايفين ببطط الحروف كويس قوي، بسيب الحته اللي في النص سميكه شويه. وبعد كده باجي اضغط عليها ضغطه وباجي بكوره من اللحمه اللي احنا عملناها ابدا افردها بالطريقه دي. حابه تعمليه مدور هتفردي الكوره في الرغيف كله وتيجي برغيف تاني تفرديه وتحطيه فوقيه بس كده. اما انا هعمله نص رغيف اهو، شايفين اهو. وببدا كده اخد من هنا اهو والفها، اجيب من تحت والف على العجينه اللي من فوق عشان اقفل الرغيف كويس. شايفين بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي. شايفين الجمال وشايفين الرغيف معايا عامل ازاي. ساعتها ببدا اضغط عليه بقى ضغطه، ابدا ابطط اللحمه كويس قوي فيه. ابدا اشيله عند صينيه هنا مدهونه دهنه زيت. ببدا ارص العيش بتاعنا فيها. انا قفلنا الرغيف التاني، باجي هنا ابدا احطه، بسيب مسافه بينه وما بين اللي جنبه عشان هما لسه هسيبهم يرجعوا يتخمروا، وحاطين فيه بيكنج باودر فحجمه هيبدا يتضاعف. شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال وشايفين الوصفه بتاعتنا عامله ازاي. دلوقتي قبل ما نسيبهم يتخمروا عندي هنا بيضه، على طرف المعلقه الصغيره رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسمر، عليهم بمعلقتين كبار من اللبن، وهبدا اربهم كده مع بعض. طبعا هبدا ادهن الوش بتاع الحواوشي بتاعنا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي وهسيبه يتخمر. طبعا خلاص دهنتهم. دلوقتي هسيبهم ربع ساعه بس يرجعوا يرتاحوا ويبداوا يرتفعوا، وساعتها هشغل الفرن على طول ونبدا نسوي. دلوقتي هنبدا نسويهم مع بعض. عشان نسويهم طبعا شغلت الفرن على اعلى درجه حراره، سخن جدا معايا. هدخلهم على الارضيه. اول ما تبدا الصينيه تسخن كويس معايا ببدا اشيلها وارفعها على الرف الوسطاني، واخلي النار عليها من تحت وسط ومن فوق النار برضو وسط، لحد لما بيبدا الحواوشي ياخد اللون من فوق بطفي عليه واسيبه يستوي معايا، اللحمه تستوي والعيش يستوي، وبعد كده بنخرجه بمنتهى السهوله من الفرن. طبعا مراحل التسويه دي كلها هوريها لكم وانا بسويه، بس قبل ما ندخله الفرن برجع تاني بالفرشه. بصوا مسحه خفيفه جدا هي ما فيهاش، بصوا بالطريقه دي برجع لمع تلميعه خفيفه جدا وابدا بقى ايه اسويه. الحواوشي زي ما انتم شايفين الصينيه سخنت جامد قوي معايا. دلوقتي ببدا ارفعه كده على الرف الوسطاني واسيبه النار عليه من تحت وسط والنار من فوق وسط لحد لما يستوي معايا. خلاص الحواوشي خد معايا اللون من فوق. دلوقتي هطفي من فوق واسيب النار شغاله عليه وسط من تحت لحد لما احس انه خلاص استوى كويس قوي. ببدا اطلعه على طول من الفرن.
الحواوشي معانا بسم الله ما شاء الله، شايفين استوى، شايفين اللون من تحت ومن فوق. والله العظيم حاجه تشهي النفس على الاكل. ده اجمل بكتير من انك تشتري عيش من بره وتحشيه بلحمه الحواوشي. لا ده اجمل بكتير، لو جربتوا الوصفه هتدمنوها. طبعا لو عامله كميه بتبداي بقى تشيليه من الصينيه وترصيه كده جنب بعضه بالطريقه دي في صينيه كبيره. تبداي كل ما تطلعي صينيه تشيليه من الصينيه وترصيه جنب بعضه بالطريقه دي، وتغطي عليه باي فوطه. عامله كميه بسيطه زي على طول اول ما تطلعيه من الفرن غطيه كده بقماشه وخلصت القصه. وطبعا انا عاملاه على وقت الفطار، فطبعا دلوقتي 5 دقايق واشيله على طول من الصينيه ونبدا نقدمه مع بعض. تعالوا بقى نقدم الحواوشي بتاعنا عشان تشوفوا الجمال وتشوفوا الحلاوه. بصوا كله خالع من الصينيه وكله واخد لون جميل جدا من تحت. والصينيه التانيه معانا بصوا بنفس درجه التسويه، شايفين كده. وصفتنا للنهارده خلصت. شايفين الجمال، شايفين الحواوشي كله بنفس الطريقه وبنفس درجه التسويه. شايفين من نص كيلو عملنا اكله حاجه تشهي النفس على الاكل. شايفين الحلاوه، شايفين الحشوه بتاعتنا من جوه. بصوا التسويه عامله ازاي. والله العظيم الوصفه اكتر من رائعه، مش هتلاقوها على اي قناه تانية غير عندي على القناه. فاتمنى بجد تكون وصفتي للنهارده عجبتكم. طبعا لو عايزين تعملوا اي حاجه اي اضافات جنبيها عادي، يعني انا عامله بطاطس محمره، جرجير، طماطم وخيار. اما ممكن تزودي مخلل، حابه تعملي سلطه طحينه، سلطه طماطم حاره، اي سلطات حابه تحطيها او اي اضافات حابه تحطيها جنب الاكله براحتك. بس الوصفه مش محتاجه كلام. فيا رب تكون وصفتي للنهارده عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه لايك وشير للفيديو. لو لسه بتشوفوا قناتي لاول مره اتمنى بجد تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. واهم من كل شيء صلوا على رسول الله.